السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نبداو في أول تمارين الماتلاب اللي هو التمرين الأول. بالنسبة للدروس على الماتلاب في القناة تاعي غادي تلقاو جميع الدروس مرتبين وكل شيء مشروح بالتفصيل. صحيح، يعني كي تدخل القناة تاعي تلقى هذه البلاي ليست سموها فورماسيون ماتلاب دارجة. هذه فيها جميع الدروس. لحد الآن راني داير 31 فيديو، تقريبا كل الدروس اللي تسحقوها في ماتلاب. سي بون. كاين واحد لي بلاي ليست يعني جزئيه من هذه، مثلا تاع لي ماتريس دايرها وحدها في 11 فيديو، تاع لي فيكتور كذلك. كاين هذه بلاي ليست تاع البلوت يعني الرسم في الماتلاب، رسم المنحنيات. كاين هذه ثاني تاع لي بولينوم، وهذه جد مهمه يسحقوها بزاف. بولينوم ماتلاب والدوال الرياضيه. والاهم كاع هي هذه بروغراماسيون ماتلاب. في هذه تلقاو الدروس تاع لي كونديسيون، لي بوكل ولي فونكسيون. لي كونديسيون راكم تعرفوا كيفاش تخدم بالايف والايلس اف. ولي بوكل كاين تاع الفور والواي، ومازال ندير ان شاء الله تاع مش كيسموها هذيك تاع الكونتينيو، غادي نشوفوهم ان شاء الله في الدروس المتقدمه. صح. وكاين تاع لي فونكسيون. صحيح، بزاف اللي يسحقوا الدرس هذا تاع لي فونكسيون تلقاوه في هذا البلاي ليست. سي بون. صح، نرجعوا للتمرين اللي هو هذا. في التمرين السؤال الأول قال لك: ما النتيجة التي نحصل عليها عند تنفيذ العمليات أو التعليمات الآتية؟ يعني هادو مجموعة من لي زانستريكسيون. شاهدوا الريزلتا اللي يعطوها لك في المطلب. تسمى هذا السؤال الإجابة تاعها تكون في الورقة. فاهمين؟ هنا ما تستخدمش بيسي، يعني لازم تكون فاهم كل عفسة من هادو عفوا باش تقدر تجاوب. صح. نبداو بأول انستريكسيون واللي هي A تساوي دياغ بين قوسين 11 دو بوان، عندنا ناقص 3 ومن بعدها 2 بوان ومن بعدها 1. صح. حنا كيما شفنا في الدرس على لي ماتريس، هذه دياغ شا قلنا دير؟ قلنا كي تكون عندنا مصفوفة، مثلا أي مصفوفة هذه فيها 3 أسطر 3 أعمدة، هكاك شغل نراجعو ونحلو التمرين في نفس الوقت. هذه مصفوفة راكم تشوفوا كي دير دياغ هذه تشا تعطيك القطر تاع المصفوفة، تعطيه لك على شكل فيكتور كولوم كيما راكم تشوف. يعني القطر اللي هو 4 5 9 كي دير دياغ تاع هذه المصفوفة تعطيه لك على شكل قطر، عفوا على شكل عمود راكم تشوف. صح. بصح هنايا هذه 11 2 بوان ناقص 3 بعدها 2 بوان بعدها 1، هذه شا قلنا عليها؟ هذه فيكتور. فاهمين؟ الفيكتور هذا البداية تاعه من 11 والنهاية تاعه هي 1، وعدد الخطوات اللي يمشي بها بيروح من 11 ل1 هو 3. باسكو علاه هنايا رانا في النزول، راك هاك شغل من الكبير مهود للصغير، على هذيك درنا ناقص 3 بالناقص، محال دير 3. يعني الفيكتور يكون هاكا 3 ومن بعد 8 5 2. سي بون. صح. نديرو هنايا اللي هو 11 ناقص 3 1 باش نتأكدو هذا هو الفيكتور. صح. احنا قلنا الدياغ هذه كي نديروها في الماتريس تعطيك القطر تاع المصفوفة على شكل شعاع عمودي، بصح هذا اللي راهي بين قوسين هنا هذه مش ماتريس، راكم فاهمين؟ هذا راه فيكتور ليني. تسمى كي دير دياغ هنا شا غادي تعطيك؟ هنا يكون الاختلاف كي يكون عندك فيكتور ليني كيما هذا فيه 4 عناصر ودير له دياغ تاع هذا الفيكتور، راه مخزن في الانس راكم تشوفوا. هنا شا غادي تعطيك؟ غادي تعطيك مصفوفة يكون القطر تاعها هادو، يعني مصفوفة تكون القطر تاعها في هادو العناصر. العناصر هنا شحال عندنا؟ 4، معناه غادي تعطينا مصفوفة تكون 4 وهذا هو القطر تاعها، العناصر تاع القطر، والباقي يكون 0. شوفوا معايا مليح، فهمتوا؟ يعني هذوك العناصر غادي يشكلوا لك كي دير دياغ
تاع هذا الشعاع تعطيك مصفوفة 4 باسكو عندنا 4 عناصر، القطر تاعها فيها هذو العناصر تاع هذا الشعاع، والباقي يكون صفر. سيبو، هذا أول سؤال. صح، نخزنوا هذا الناتج في المصفوفة A باش نكونوا منظمين. هذا راه مخزن دروك في ANS، هذه هضرنا عليها هذا المتغير ANS. يعني اللي شايف الدروس راه فاهم شكل. صح، نروحوا للسؤال الثاني ولا لانسيليكسيون الزوج. B تساوي، غير تصيب هذا القوس المربع، معناها يا ماتريس يا فيكتور. سيبو، صح، عندنا البي تساوي دياك دو A ومن بعدها بوان فيرغيل ومن بعدها 4. بوان فيرغيل هذه هضرنا عليها بزاف، قلنا البوان فيرغيل نديروها كي نبغوا نهبطوا لسطر آخر، سطر جديد. يعني راك في ماتريس، راك درت مجموعة من العناصر، مثلا 3 عناصر بيناتهم غير فراغات، هادو راهم في سطر واحد. كي دير بوان فيرغيل معناتها راك تقول بلي بنهود للسطر الثاني وتاجوتي فيه ثاني العناصر 3 الاخرين. راكم فاهمين؟ صح، دروك دياك دو اش تعطيك دياك دو ا. حنا الأ هذه هي، كي دير دياك دو ا حاجة باينة غادي تعطيك القطر. القطر شا قلنا يجي على شكل فيكتور كولوم، هذه مفهوم. صح، حنا دروك درنا كيما هاك دياك دو ا واللي هي قطر، عفوا اللي هي فيكتور كولون. هذا كي دير بوان فيرغيل، بوان فيرغيل شرانا نقولو معناتها هود لسطر جديد، هود لسطر جديد ودير فيه 4. تسمى هنا شا غادي تخرج لك؟ غادي تخرج لك هذا الشعاع هذا فيكتور، ومن بعد بوان فيرغيل سطر جديد، ومن بعد تحته 4. تسمى كي شغل زدنا 4. سيبو، هذه هي النتيجة، وهذه نخزنوها في البي. بي تساوي انس. صاي، هنا راني نستخدم هذه انس غير باش نفهمكم. نتوما في الورقة تكتبوا ديريكت، يعني بي هاشا تساوي، دير يعني كيفاش درت هذاك الحساب، العمليات الحسابية وتكتب عادي. انا من راني نخدم في البيسي راني نفهم فيكم كيما. صح، نروحوا للسي. سي هذه تبان لك طويلة بصح هي سهلة كاع فيها. علاه؟ عندنا هذه العبارة، نبداو اولا بالاقواس اللي داخل، يعني هذه اللي نشوفوا فيها. صح، once دو 3. once هذه شا معناتها؟ هذه بلونجلي 1 معناتها 1. once معناتها تجمع تاع 1، يعني شحال من 1، وبين قوسين 3. هذه شا معناها؟ معناها مصفوفة تكون عدد أعمدة 3 والأسطر 3 ويكونوا العناصر تاعها كاع 1. صاي، هذه هضرنا عليها ديجا في فيديو في تاع لي ماتريس هذوك. صح، ومن بعد هذه اي دو 3. هذه شا معناتها؟ هذه لا ماتريس ايدونتيتي. كم تعرفوا لا ماتريس ايدونتيتي حنا في المات نرمزوا لها باي، هذه هي في الماتلاب او ايغريك او، نورمالمون تنطق اي كيما هاك. صح، بين قوسين 3 شا معناتها لي ديمونسيون تاعها 3 اللي هما لي ليني ولي كولون 3 وراهي مضروبة في الزوج. صحيح، عدد ثابت كي يضرب في مصفوفة معناتها كامل العناصر تاع المصفوفة ينضربوا في هذيك العدد. نتأكدوا نسيو هنا في المطلب. عندنا وانس دو 3 عطاتنا كما قلت لكم ماتريس 3 والعناصر تاعها كامل 1. وعندنا ناقص 2، ولا ما نديروش ناقص 2، نديرو 2 في اي دو 3 تعطيك ماتريس ايدونتيتي القطر تاعها 1، وكي تضرب في 2 يولي القطر كاع كامل 2. صاي، راك حسبتهم دروك. تسمى شا دير؟ تنقص هذه الوانس من 2 في الاي دو 3. معناه صح، نعاودو نكتبوها هنا وانس دو 3 ناقص 2 في الاي دو 3، يعني عملية طرح عادية كما كنا نشوفو في لي ماتريس، باسكو ديجا عندهم نفس لي ديمونسيون، تقدر دير عملية الطرح.
تعطيك هذا الناتج. كون فاهمين مسكو عليه واحد، كل عنصر تطرحه من العنصر اللي قابله في المصفوف. صح. دروك الناتج هذا كامل، يعني هذا الناتج تاع الوانس دو طروا موان دو في الاي دو طروا، هذا كامل نضربه في ناقص 2. معناه ناقص 2 مضروب الناتج هذا عندي، يعني في المطلب عندي ماشي عندكم، راه مخزن في الانس. نتوما تقدروا ديروا الخطوات كيما هكا، يعني كيما تخرج لك في المطلب تكتبها راك صح كيما هكا في الورقه، ولا تستخدم يعني دي فاريابل من عندك باش كل حاجه تبان وحدها. صح. الناتج تاع هذيك العمليه هذه راه في الانس، نضربه في ناقص 2 عطاني هذه لا ماتريس. صحيح، باسكو ناقص 2 تنضرب في كل عنصر. صح. لا هنايا كاين غلطه نورمال، ولا مانيش غلط؟ لا راني صح. صح. من بعد العناصر هذو الناتج تاع ناقص 2 في هذه الوانس دو طروا ناقص 2 فاش نضربوها في هذا الفيكتور. صح. هذا الفيكتور البداية تاعه من 5 وين يكمل عند 0. بشحال نهودو، شحال عدد الخطوات اللي نمشو بهم؟ 2، يعني 5 3 1 وتحبس، معناتها فيه 3 زيليمون. وهذه الشرطة شا معناتها ترونسبوزي تاع هذاك الفيكتور ولا تاع هذيك لاماتيس. كي نقولوا ترونسبوزي شا معناتها؟ لي لين يرجعوا دي كولون، هذا فيكتور لين تسمى حاجة باينة يرجع في فيكتور كولون. نتأكدوا ونسيو هنا. عندنا 5 2 بوان موان 2 2 بوان 0. كيما قلت لكم عطاتني فيكتور لين، كي دير له ترونسبوزي تاعه، يعني هنا راه مخزن في الانس راكم تشوف، ندير له ترونسبوزي يعني الشرطة هذه يعطيك فيكتور كولون. سي بون. صح. دروك الناتج تاع هذيك العملية اللي درناه، يعني هذه كامل نضربه في هذا الفيكتور الترونسبوزي، يعني هذه النتيجة تاعه. الناتج تاع هذيك العملية هذا هو نورمال، يعني ناقص 2 هذا هو. دونك ما عنديش كيف ندير باسكو ما درتش دي فاريابل يساعدوني، تسمى خاصني نعاود نكتبها. صح. معليش. هو جاي في السي، هنا راه مخزن في السي، تسمى اش نديرو مباشرة؟ نديرو سي، عفوا هذه صح. تسمى سي تساوي الناتج فما شحال 2 ناقص 2 ناقص 2 بوان فيرغيل، يعني نكتب فيه هذه. ومن بعد عندي ناقص 2 2 ناقص 2 بوان فيرغيل، بعد ناقص 2 ناقص 2 2. ضرب هذا، يعني هذا الفيكتور كولون صاي اللي هو كيفاش نكتبها الفيكتور كولون؟ هي كتب كيما هاك 5 ومن بعدها تهبط للسطر الثاني دير بوان فيرغيل 3 بوان فيرغيل 1. في الأخير تعطيك هذه النتيجة سي تساوي 2 ناقص 6 ناقص 14 على شكل فيكتور كولون. كيما هكا رانا كملنا مع السي. هي صح قلت لكم سهلة بصح ماشي سهلة بصح طويلة، هذا شا قصدي. صح. نروحو للدي. الدي شا تساوي البي دو 3 2.5. هذه شفناها في لي ماتريس و لي فيكتور. هذه شا معناها؟ كي نقولوا البي ديجا شا هو؟ بي راه فيكتور هو هذا صح. البي نافيشو هنا، البي قلنا فيكتور، هذا هو البي. كي تقول بي وبين قوسين 3 2.5 شا معناتها؟ معناه افيشي لي العناصر اللي الاندكس تاعهم من 3 حتى ل5، معناتها العنصر الثالث والرابع والخامس. نجو هنايا العنصر الثالث شا هو؟ هو 5. العنصر الرابع 2. العنصر الخامس 4. تسمى افيشي لي غير هادو. هذا شا قصدنا بالبي من 3 5. سي بون. وكما تعرفوا في المطلب
الاندكس ما يبداش من الزيرو كيما لي لونغاج دو بروغراماسيون الاخرين. الاندكس هنا يبدا من الواحد. كنت تروح لاي لونغاج نورمالمون اللي يبداو من الزيرو، في المطلب بواحد. صح، هذه معلومه غير على الهامش. صح، قلنا تعطيك هذوك 3 عناصر توالى، العنصر الثالث والرابع والخامس. ومن بعد هنا شرح داير لي بوان والضرب سي. هذه هضرنا عليها ديجا في فيديو في تاع العمليات على المصفوفات. قلنا باللي كي تكون بوان، ما احنا نشوفوا في البديل هذه احنا راه عمليه ضرب حاجه باين، بصح كي تكون بوان معناتها كل عنصر من هذا نضربه في العنصر اللي قابله من هذه السي. احنا في لي ماتريس شي القاعده اللي نعرفوها في البرودوي دو ماتريس، موش برودوي عادي، راكم فاهمين؟ يعني تضرب السطر الاول في تاع لا ماتريس الاولى في العمود الاول تاع الماتريس الزوجه، ومن بعدها السطر الاول في تاع لا ماتريس الاولى في العمود الثاني، وهكذا. بصح كي تدير هذه البوان هذه شمعناها هذه معناها كل عنصر من هذه الماتريس اللي هي من هذا الفيكتور اللي هو هذا ب من 3 حتى 5، يعني هذا تضربه في العنصر اللي قابله من المصفوفة الأخرى ولا من الفيكتور الآخر اللي هو السي. هذا شا قصدي، شوفوا معايا مليح. هذه هي البي ياك، نافيشو السي أنا حاسبينها من قبل ديجا. احنا في الأصل كيما هكا كون جينا في البرودوي العادي تاع لي ماتريس ولا تاع لي فيكتور، هذه اسكو نقدروا نضربوها في هذه؟ كون معايا تقدر ولا ما تقدرش؟ نسيوها معليش، نديرو هنايا هذه راهي مخزنه في الانس مضروبه في السي. اش عطاتنا؟ قالك لي ديمونسيون ماهمش كيف لازم ماهمش اغري، باسكو عندنا واحده القاعده راكم تعرفوها ديجا في البرودوي دو ماتريس. بصح هذه وينتا؟ هذه كي نديرو الضرب برك ما نديروش البوان، بصح كي نديرو هنايا البوان قبلها معايا، كي دير هذيك البوان انس بوان والضرب، هنا شا راك تقول؟ هنا راك تقول بلي كل عنصر من هذا الفيكتور ضربه في العنصر اللي قبله. معناتها العنصر الاول من هذا الفيكتور مضروب في هذا العنصر، العنصر الثاني من هذا الفيكتور مضروب في العنصر الثاني هذا، والعنصر الثالث كذلك. معناه الناتج هنا تاع البرودوي هذا شا غادي يعطيني؟ غادي يعطيني فيكتور كولون كيما هكا فيه 3 زيليم. فهمتوا؟ وما تخرجليش دروك ايرور. ها لا بريف عطاتني هنا 10 ناقص 12 ناقص 56، سي فري. 5 تضربها في 2 تعطيك 10، 2 في الناقص 6 تعطيك ناقص 12، والرابعة في الناقص 14 تعطيك ناقص 56. هذا بالنسبة للدي. تسمى هذا الناتج نخزنوه في دي تساوي انس. انس هذاكم تعرفوه، هذا يقولوا له متغير لحظي تخزن فيه اخر الناتج تاع اخر عمليه، كيما تكونش داير فاريابل، يعني كيما تكونش مستعمل فاريابل داير غير هكا 1 زائد 1 ماكش مخزنها في فاريابل، غادي تخزن اوتوماتيكمون في الانس هذا. بصح لو كان دير عمليه واحده اخرى، شوفوا كون افيشو دروك انس يعطيك 2، بصح لو كان تجي دير عمليه اخرى مثلا 5 زائد 6 11، هنا يتبدل مباشره المتغير هذا انس، كي تافيشي يعطيك الناتج تاع اخر عمليه. هذا لازم تعرفوه مليح. صح، نمحو هنايا حسبنا الأ هذه هي البي، وهذه السي، وهذه الدي. سيبو هذو رانا حاسبين. دوك رانا في الأو. الأو هنا قالك لا ماتريس أ ولا هذه هي الماتريس أ بويسونس 2، بصح هذه مش غير بويسونس، راه قبلها البوان. هذيك البوان شا معناتها؟ روح لكل عنصر دير له لا بويسونس 2. هذا شا قصد؟ سي بون. معناه هذه كي نقولوا هكا ا بوان بويسونس 2 ماشي معناتها ا في ا، ماشي كيف يعني ماشي معناتها روح ضرب لا ماتريس ا في لا ماتريس ا كيما نقولوا حنا 2 بويسونس 2 معناتها 2 في 2. لا، هنا راهي كاينه بوان
هذه البوان صاير لها كيما هنايا، كل عنصر تضربها في العنصر اللي قابله. كذلك هنايا كي نقولوا ا بوان بويسونس 2 معناتها كل عنصر من المصفوفة ا دير له بويسونس 2. ودوكا نتأكدوا هنا هذه ا، هذه ا لازم كي نديرو كيما هكا ا بوان بعد بويسونس، هذا الرمز تاع البويسونس كيما تعرف. هاي بويسونس 2. شا غادي يدير؟ قلنا كل عنصر يحسب المربع تاعه. شوفوا الناتج شخرج لي 11 بويسونس 2 تعطيك 121، 8 بويسونس 2 64، 5 25 2 4. ولي زيرو حاجة باينة يعطوك زيرو. هذا هو الناتج تاع تسمى هذه نخزنوها في او تساوي ا ناقص. سي بون حسبنا الاو. دروك الاف شا قالك البي ناقص سي. شو نافيشو البي و السي؟ البي وهذه السي. البي شحال فيه من اليمون؟ 5 والسي فيه 3. اسكو هذه كاينه في لي ماتريس؟ احنا نعرفوا بلي عمليه الطرح ولا الجمع باش ديرها لازم يكونوا كيف كيف لي ديمونسيون تاعهم كيف كيف. تسمى هنا حاجه باينه يعني بلا ما تكتبها البي ناقص سي ولا سي ناقص بي غادي تعطيك ايرور. قالك ماتريكس dimensions هذه must agree لازم يكونوا كيف كيف. تسمى هذا الناتج تاع العمليه الاخيره، يعني انت في الورقه تكتب لها بلي ايرور لي ديمونسيون ما مش كيف كيف بالفرنسي ولا بلانكلي. هكا كملنا مع السؤال الاول تاع التمرين الاول. صح. السؤال الثاني وهذا جد سهل بصح كاين اللي ما يعرفهاش. قالك ترجم هذه العبارات الرياضيه في لغة المطلب. هذه الكتبة كما نكتبوا في الورقة. هذه في ماكس في الكورس، هذا قانون تاع تريسينتي نورمال في الالكتروتكنيك. في ماكس في الكورس تاع اوميغا تي بلس تيتا. هذه في الورقة نكتبوها هكا. وكما هذه فان العبارة الثانية ا في الاكسبونونسيال تاع ايكغيك دو تي بلس سيت. وهذه تعرفوها تاع الحلول تاع معادلة من درجة ثانية. كيفاش نكتبوها في المطلب؟ اسكو نكتبوها هكا؟ تكتبها هكا مكاش منها. كون فاهمين؟ هذه دوك نشوفوها. نبداو بالعبارة الأولى. العبارة الأولى تكتبها كيما شوفوا معايا مليح. عندك وين نكبرو هنايا ونكتبو في التسميات ما يهمش، يعني كتبها عادي. بار اكزومبل في ماكس نكتبوها هكا الفي ماجيسكول ماكس. هادو التسميات برك. في المطلب ما عندناش هذه تخليها هكا، لازم دير عملية الضرب. تسمى في ماكس نجمة هي عملية الضرب. الكوس في المطلب تكتب كيما هكا. هذه الدالة جاهزة في المطلب من الدوال الرياضية، درت عليهم في واحد الفيديو ثاني. يعني الدوال الرياضية الجاهزة في المطلب. صح. بين قوسين اوميغا تي بلس تيتا. هادو كامل دي فاريابل ولا دي كونستانت، يعني التسمية تاعهم ما يهموش تكتبهم كيما راه. نديرو بين قوسين اوميغا تي. هاكا راك غلط، كاش اوميغا تي، كاين اوميغا ضرب تي تسمى نجمة تي بلس تيتا. فهمتوا؟ هذا كيفاش تكتبها. هنا على خرجت لي ايرور باسكو هنا كم فاهمين ديجا مانيش عاطي لهم قيمه. هادو قال لك هنايا لي فاريابل ماكش مديفينيهم. هذا شا قصد شغل. هنا السؤال غير باش نفهمكم كيفاش تكتبوا. هذه هي الكتابه الصحيحه. هذه صح. حين نروحوا للثانيه هذه الأ ضرب اكسبونونسيال بين قوسين ايكغيك دو سي بليس. الأ الضرب قلنا نجمة، اكسبونونسيال ما تكتبش كيما هكا لا، اكسبونونسيال راهي دالة جاهزة في المطلب. الرمز تاعها كيما هكا، اختصار تاعها او اكس بي. هذه اكسبو وبين قوسين تكتب عادي ايكغيك دو تي لا، ايكغيك في تي منساوش. يعني ماشي كيما تكتب في الكراي، ماشي كيف هنا راك في المطلب.
هذا بالنسبة للعبارة الثانية، تكتب بهذا الشكل. صح. نروحوا للعبارة الثالثة اللي هي هذه. قال لك اكس يساوي بون. هذو زوج عبارات ماشي عبارة واحدة، انا برك اختصرتهم في التمرين. كان العبارة تاع البليس وتاع الموا كيف يعني نفس الكتابة، برك هنا تبدل خطرة بليس خطرة. شوفوا معايا مليح، دائما في الكتابة تاع الكسور في المطلب الكسر اللي سواء البسط ولا المقام اذا كان فيه اكثر من عدد، يعني فيه بليس ولا موا، ديروا الاقواس مباشرة. هنا شحال راه عندنا من عنصر؟ زوج عناصر، عندنا هذه وهذه ناقص ب وهذا، مباشرة نروح دير الأقواس. تسمى اش تخرج لنا ناقص ب الأقواس كلهم هاكا، من بعدها ناقص ب زائد دروك الجذر. الجذر هذا كيفاش في المطلب؟ هذا فاني هضرنا عليه في فيديو. الجذر نرمزو له اس كي ار تي في المطلب هاكا. كي دير اس كي ار تي كيشغل راك درت جذر، ولا اللي داخل الجذر ديره بين قوسين. شاو داخل الجذر شا عندنا؟ ب مربع ناقص 4 اسي، هذه ديرها بين قوسين. ب مربع كيفاش تكتب؟ سوا دير ب في البي ولا دير كيما هكا الاس. هذا هو الرمز تاع الاس. هذا تلقاوه في الكلافي، دير ا ال تي ودير نيميرو 9. سي بون، ا ال تي و9 مع بعض في الكلافي فرونسي. 2 ب مربع ناقص 4 اسي، وهذه خطأ. دائما قلت لكم ناقص 4 في الأ في السي. هذه هي الكتابة الصحيحة. هذا شاهو، هذا كامل البسط معايا، والبسط قلنا نديروه بين قوسين. هذا الأقواس هذو تاع الجذر، هذا بصح القوس الكبير لازم تبلعه، يعني تزيد هنا قوس. سي بون. تقسيم 2 في الأ. هنا في المقام راح عندنا عنصر واحد، عنصر واحد ما تسحق له أقواس الأول، يعني ما عندناش زائد زوج عناصر، ولا العنصر واحد اللي هو 2 أ. تسمى التقسيم 2 في أ. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. هذه باغي نتأكد منها تاع اسكو ديرها بين قوسين ولا لا. نديرو أي مثال. قاروا شي دقيقة. شفتوا الخطأ وين راه هنايا؟ حتى هذه ولازم ديرها بين قوسين، فاهمين؟ هذه لازم ديرها بين قوسين. علاه؟ شوفوا هنا شا درت 20 تقسيم 5 في الزوج. هنا شا قصدي؟ زعما أنا قصدي 20 تقسيم 10. أنا قلت ما نكتبهاش 10، قلت نكتب 5 في الزوج وما نديرهاش بين قوسين. شوفوا شا عطاني. شغل احسب هذه هي الأولى، 20 تقسيم 5 شحال عطاتها؟ 4، ومن بعد ضربها في الزوج. تسمى هذه الكتابة خاطئة. هنا خاصك دير الأقواس كذلك. يعني صح، هذه كيفاش نسترجعوها في المطلب لكم عاقلين. في الفيديو الأول هدرت الكتابات اللي كتبتهم من قبل في المطلب، درك على السهم اللي يطلع، هذاك السهم اللي يطلع في الكلافي درك عليه يرجعهم لك. ها وين هذه هي اللي كنا عليها. تسمى هذه ديرها بين قوسين. سي بون، ما تغلطوش. نعاودو نديرو هذاك المثال ونتأكدو. لو كان درت 20 تقسيم بين قوسين 5 في 2، هنا غادي يفهمها 20 تقسيم 10، الريزلتا 2. صح. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث تاع التمرين الأول قالك حول التعليمات المكتوبة في مطلب إلى عبارات رياضية. هادو مكتوبين في المطلب، كيفاش نحولهم لعبارات رياضية؟ يعني كيفاش نكتبهم كما نكتبو في الكاي. كون فاهمين؟ هذه دوك نسحق الرسام هذاك. صح. نبداو بالعبارة الأولى. دائما الحاجة الأولى اللي تشوفوها تركزوا عليها هما الأقواس. سي بون، الأقواس هما أهم حاجة في العبارات. عندنا هذه العبارة الأولى، راه عندنا هنا قوس كبير، هذه كامل راهي في قوس، تسمى هذه كامل راهي في البسط، باسكو عليها راه عندنا قسمة في المقام سي، تسمى هذه كامل راهي في البسط.
سيبو. والبسط هذا ديجا راه داخل فيه كسر، كسر هذا اللي هو 5 في الأ ناقص 3 البسط تقسيم 2 في المقام زائد ب. وقلنا هذه كامل راهي دوك نكتبوها تفهم، تخرج لنا كيما هاك. 5 ما نعرفش نكتب 5 أ باسكو راني نكتب بلا سوري كيما 5 أ ناقص 3 تقسيم 2 باسكو راه داير لك أقواس، يعني هذه كامل مقسومة على 2 زائد ب، زائد ب كيما هاك. وكامل هذه كاع كيما راه، يعني هذه راه قاسمها على سي. فهمتوا الفكرة؟ يعني نديرو كيما هاك خط كسر كبير تقسيم سي. هذه هي في الكتابة العادية تاعنا. هذا بالنسبة للعبارة الأولى صح. نورمالمون مانيش غلط. هذه هي. تأكدوا نتوما معايا، يعني إلا كنت غلط في كاش حاجة ولا خلوها لي في كومونتير. صح. نمحو هذه. نسيت حتى كيفاش تمحي في البرنامج والله لا نسيت، معليش. نكبرو غير هنا ونصغرو هذه. صح. العبارة الثانية، العبارة الثانية راهي تبان طويلة شوية بصح معليش. المهم الحاجة اللي متفقين عليها راه عندنا هنا اكسبونونسيال والجذر اس كي ار سي، هادو نعرفوهم صحيح حفظوهم. هذه ا بي اس هذه شا معناها؟ الأ بي اس معناتها القيمة المطلقة، وهذا الرمز تاع الأس هذو لازم تعرفوه صح. نبداو بهذه اكسبونونسيال وبين قوسين كاين اس كي ار تي اكس، معناتها اكسبونونسيال جذر اكس. تسمى كيفاش نكتبوها؟ تكتب كيما هاك اكسبونونسيال جذر اكس، ومن بعد عندنا تقسيم، وعندنا هذا هو المقام. باسكو علاه راني نشوف نركز على الأقواس وما عندناش هنا قوس كبير، راكم فاهمين صاي. الأقواس ديما نركزوا عليه. تسمى المقام شا عندنا 2 في الإيكغيك ناقص 2، يعني تخرج لك كيما هاك 2 إيكغيك ناقص 2 صح. ومن بعد عندنا زائد، يعني هذه كامل راهي عبارة عن كسر، هذه اللي كتبناها درك. من بعد شا عندنا زائد ابسوليت دو اكس، يعني زائد القيمة المطلقة لإكس. احنا القيمة المطلقة كيفاش نكتبوها في الكتابة العادية؟ نديروها بين خطين كيما متفقين، يعني هذه الكتابة العادية تاع القيمة المطلقة. ومن بعد شا عندي ناقص 1 تقسيم، وبعد عندي قوس راكم تشوفوا في هذا القوس فيه المقام اللي هو إيكغيك مربع زائد 3، معناه تخرج لي كيما ناقص 1 تقسيم إيكغيك مربع زائد 3. يا راني نكتب غاية هذه عندك غير بلا سوري. ليسونسيال. هذا بالنسبة للعبارة الثانية. سي بون. ان شاء الله ما نكونش غلط، يعني في العبارة الأولى هذه صح، حتى في هذو تأكدوا معاه. مهم الصح هو في الفهمة. سي بون. سيرتو هذه المعلومة الأولى اللي عطيتها لكم. الدياك كي تستعملها مع ماتريس عادية، ماتريس كاري ولا يعني ما تستعملهاش مع فيكتور، يعني مع ماتريس سوا ماتريس كاري ولا أي ماتريس، ليسونسيال ماشي فيكتور. شا النتيجة اللي تعطيها لك مع الماتريس؟ قلنا تعطيك فيكتور كولون العناصر تاعها هما القطر تاع هذيك المصفوفة. بار كونتر كي تستعمل دياك مع فيكتور في هذه الحالة شدي هنا النتيجة تخرج لك هذوك العناصر تاع هذاك الفيكتور اللي هنايا، تديهم وتخدم لك بهم ماتريس جديدة القطر تاعها هو العناصر تاع هذا الفيكتور. سي بون. وباقي العناصر يكونوا زيرو. هذه ما تنساوهاش. يعني نعاود نفكركم فيها. عندنا هذه المصفوفة، شوفوا معايا مليح، هذه مصفوفة، هذه مش فيكتور، القطر تاعها بين هذا 5 و8. تسمى كون دير دياك تاع هذه المصفوفة شا تعطيك
85. بار كونتر هذا سيستم فيكتور، هذا فيكتور، ولا نديرو فيكتور واحد اخر مثلا 6 9 10 2. هذا فيكتور ليني. فيكتور ليني هذا كون دير له ديال هنا ما تعطيكش القطر، بل لا تستعمل هذا العناصر باش تصنع لك المصفوفة، والقطر تاعها يكونوا هذو العناصر. راهي وصلت الفكرة نورمال، وباقي العناصر صفر. صاي هذه ما تنساوهاش، باسكو انا هذه فين كنت نتخلط فيها واحد الوقت. ولي باقيين نورمال مفهومين. الاي هذه قلنا ماتريكس ايدونتيتي، كان الوانس، كان واحدة اخرى الزيروس تعرفوها، هذيك في التمارين الجايه ان شاء الله نشوفوها. وسي بون. وفاني هذه ما تخلطوش فيها، قلنا دائما كي تكون البوا، يعني كي دير البوا وما ديرهاش ماشي كيف كيف. سي بون. ولا بروف هنا هذه كون ما درناش البوا تعطينا ايرور، باسكو لي ديمونسيون ما مش اكري. بصح كي درنا البوا اش قلنا؟ كل عنصر من المصفوفه هذه مضروب في العنصر اللي قابله في هذه المصفوفه. كذلك هنا كي درنا البوا ماشي معناها ا في الأ يعني ا مربع، لا، هذه معناه كل عنصر ديه من المصفوفة أو دير له التربيع تاعه. سي بون. هذا بالنسبة للتمرين الأول. نتمنى الشرح كان مفيد، وإذا عجبكم الفيديو خبروني في لي كومونتير باش نزيد تمارين أكثر إن شاء الله. فهمتوا؟ أيا وديروا بارطاجي وراكم عارفين. والسلام عليكم.